وسهلة، بس تحميكي وتحمي ولادك من امراض كتيرة. يا ست هانم، النظافة نظافة. اهلا بكم. في كل الملاعب هنقابل لاعب هيحكي حكايته ويقول روايته، في الصحة هيقول كلام والرياضة كمان. انتظرونا حلقة جديدة وبرنامج كل الملاعب. اهلا بكم في اولى فقراتنا وبرنامج كل الملاعب. بنواصل رسالتنا ومكملين رحلتنا في الملاعب المصرية، في الأندية، في مراكز الشباب. النهاردة من مركز فتيات العجوزة التابع لوزارة التربية والتعليم بنلتقي وأولى فقراتنا بنتعرف على لاعبات السباحة. تعرف بيكي؟ حنين حاتم محمد شوقي. نعلي صوتنا شوية. حنين حاتم محمد شوقي. حنين، عندك كام سنة؟ أنا عندي 8 سنين. في سنة كام بقى؟ طالعة رابعة. رابعة. بتتمرني على طول هنا في المركز؟ لا، أنا باجي هنا مع بابا بس، وبعدين بروح نادي الترسانة. طب يعني بتيجي هنا يعني بتتمرنيش ولا بتتمرني؟ مرة. بتزودي التمرين هنا يعني؟ انت عارفه ان المركز هنا تبع وزاره التربيه والتعليم، يعني بيتبع وزاره التربيه والتعليم. طيب ايه اهميه الرياضه بالنسبه لك؟ يعني شايفه ممارسه الرياضه خاصه السباحه ايه؟ مش عارف. يعني بتستفيدي ايه من ممارسه السباحه؟ يعني تحبي الرياضه ليه؟ أنا بحب السباحة. طب بتحبي السباحه ليه؟ طب بتحبي الرياضه ولا السباحه؟ حنين، يعني بتستفيدي ايه من السباحه؟ يعني انت بتمارسي رياضه اهو، فاهماني؟ لما بتمارسي رياضه بتستفيدي ايه بقى من ممارسه الرياضه؟ صعبه صح؟ نحاول نحلها مع بعض. اغششك. طيب بصي يا حنين، اما بتمارسي الرياضه صحتك مش بتبقى كويسه؟ مش لازم تبقى صحتك كويسه؟ أيوة. طيب ادي حاجه، ايه تاني؟ يعني تبقي نشيطه، ببقى نشيطة. النفس بتاعك كويس، أنا ايه تاني؟ بتساعدك على التحصيل الدراسي، أيوة. تذاكري كويس، تبقي نشيطه على طول، يعني بتصحي بدري وتنامي بدري، صح؟ طيب حنين، نفسك تكوني ايه اما تكبري؟ أنا نفسي أكون دكتورة. دكتوره. دكتوره ايه بقى؟ جراحه؟ حددي بقى يعني، ولا دكتوره اطفال؟ دكتورة أطفال. ليه بقى؟ عشان بتحبي الاطفال؟ أيوة. طيب حنين، هتكملي في السباحه؟ يعني تبقى بطله كده ونشوفك بطله لمصر في السباحه إن شاء الله. ان شاء الله. طيب كلمه تقوليها لبابا وماما من خلال كاميرا كل الملاعب. متعرفش. مش بتعرفيش تقول لهم؟ مش تقول لهم حتى شكرا؟ مش بابا بيجيبك معاه هنا؟ طيب قولي لبابا ايه؟ قولي له حتى بحبك يا بابا ولا ايه؟ هيزعل منك كده. طب قولي له اي حاجه، بابا وماما. شكرا لبابا إنه خليني ألعب سباحة. طيب ما انت عارفه. وماما؟ وماما قولي لها شكرا حتى كمان يعني. شكرا لماما وبحبها جدا. طيب مش هي بتتعب معاكي وبابا بيتعب معاكي؟ مش شكرا يا حنين، وبتمنى لك التوفيق. شكرا. بنتعرف بالسباحه التانية. اسمك ايه؟ مريم محمد فتحي. مريم محمد فتحي. مريم، عندك كام سنه؟ 8 سنين. 8 سنين. مريم، بدأتي سباحه من امتى؟ ايه؟ انت في سنه كام الاول؟ انا طالعه تالتة. ثالثه ابتدائي ولا ثالثه اعدادي؟ لا، تالتة ابتدائي. اخر كلام. الله. لا لا، اخر كلام. هو ده. ثالثه ابتدائي. طيب بتمارسي السباحه من امتى؟ ايه، من يوم الاثنين. الاثنين اللي فات ده على طول؟ يعني مش من شهر مثلا ولا من شهرين او 3؟ من شهرين. طب امال الاثنين اللي فات ايه؟ يعني انا متعوده، الكابتن قال لي تيجي الاثنين والخميس. يعني انت دلوقتي بتقولي مواعيد عشان بس نبقى عارفين. بتقولي مواعيد التمرين. احنا بنقول لك انت بقى بدأتي سباحة من امتى؟ بدأتي تلعبي رياضة السباحة دي من امتى؟ الشهر اللي فات. يعني بقالك شهر. اه. ليه بقى مريم السباحة اخترتيها؟ ليه اشمعنى السباحة اللي اخترتيها يعني؟ ايه؟ ليه السباحة اللي اخترتيها يعني؟
ايه عشان انا نفسي اعوم. عشان نفسك تعوم. مم. وعشان الحر. اه. طب في الشتاء هتعملي ايه؟ ايه؟ في الشتاء هتعملي ايه؟ اخلي بابا يقدم لي. هتيجي برضه في الشتاء، ما هيبقى جو برد، مش انت بتقولي نفسك تعومي وبتاع، عشان كده مارست سباحه. طب في الشتاء؟ طب في الشتاء يبقى الجو ممكن برد. برضو في نفس النادي اتعلم بس كاراتيه. تبقى الميه دافيه، بيدفوا الميه، امم. فما تقلقيش يعني، مش هتبقي بردان. ما انا عارف. طيب حابه تكوني ايه اما تكبري؟ مدرسة مدرسه ايه بقى؟ اطفال. اطفال، رياض اطفال يعني، في حضن. ليه بقى؟ عشان انا نفسي اطلع كده. يعني انت حابه كده ليه؟ عشان مثلا بتحبي الاطفال ولا بتحبي ايه؟ ايه؟ عشان بحب انا الاطفال. طيب هتكملي في السباحه بقى ونشوفك بطله كده ولا ايه، ولا تمرين وخلاص؟ لا ان شاء الله تشوفوني بطل. بطله لمصر كده. طيب تقولي لبابا ايه من خلال شاشه قناه صحتي؟ اقول لبابا شكرا اللي انت وديتني النادي. طب وماما؟ هقول لها انا بحبك قوي يا ماما. واخواتك؟ لا انا ليا اختي واحده. طب اختك اكبر منك ولا اصغر منك؟ اكبر مني. تقولي لها ايه؟ انا بحبك. طيب ايه، بتمارس رياضه هي ولا بتمارس رياضه؟ لا مش بتمارس. طب تشجعيها بقى، قولي لها كده تمارس رياضه، عشان الرياضه بتدينا صحه. بتشتغل. طيب ما تيجي من الشغل تمارس رياضه، ولا ايه رايك؟ بس هي بتبقى هي تعبانه وبتروح في مجلس الشعب مع بابا. طيب ما هي لما تيجي تمارس رياضه، فاهماني، بعد الشغل هيزودها نشاط، هيبقى عندها نشاط، صح؟ مش تقولي لها انت عايزك بقى تقولي لها ايه فايده الرياضه، عشان يعني عايزك تقنعي اختك الكبيره بالرياضه. يلا نبص للكاميرا وتقولي لها. انا عاوزه اقول لها اللي انت يا ريهام تعلمي السباحه والكاراتيه. ليه بقى؟ عشان هي مش بتعرف تضرب. انت عايزها تضربك ولا ايه؟ لا تتعلم كاراتيه. عشان الرياضه هي والصحه متلازمين مع بعض، وفايده الرياضه، من فوائد الرياضه ايه بقى؟ تخلي الجسم نشيط، صح؟ النفس كويس. صح، بس أنا كل الكلام ده صح، بس انا بصحى بدري عشان ابقى انا مش قادره. دي دعوة من مريم لشقيقتها الكبيرة انها تمارس رياضة عشان تعرف تضرب. احنا بنمارس الرياضة عشان نضرب يا مريم، بس عشان ايه تبقى المعلومة كويسة، لا بنمارس الرياضة عشان احنا مش عشان نضرب. يعني انت دلوقتي دعوة الى شقيقتك انها تمارس رياضة من اجل الرياضة والصحة، صح؟ صح. احنا مش هنضرب حد. خلاص؟ خلاص. ماشي، احنا بنشكرك يا مريم. شكرا. بنشكركم، ولسه معاكم مكملين رحلتنا ومواصلين رسالتنا من داخل الملاعب المصرية. معاكم مكملين ومواصلين رسالتنا فقط على شاشة قناة صحتي وبرنامج كل الملاعب في كل الملاعب المصرية بدون استثناء. بنتعرف بيكي؟ ضحى ياسر عبد العال. ضحى، عندك كام سنة؟ عندي 11. 11 سنة؟ في سنة كام؟ 6. 6؟ اه. ولا الصف السادس؟ الصف السادس. يبقى 6. ضحى، بتمارسي السباحة من امتى؟ من بداية ما التمرين ابتدى. لا يعني من امتى، بقالك قد ايه مارستي سباحة يعني؟ شهر بس؟ ها؟ طب كنت بتمارسي رياضة قبلها ولا مفيش؟ لا كنت بمارس رياضة في المدرسة. في المدرسة بس؟ اه. طيب كانت رياضة ايه؟ سباحة برضو؟ لا جري. اللي هو العدو وكده يعني. طب اتجهتي للسباحة ليه بقى؟ عشان شفتها مميزة عن الجري. يعني طب استفدتي ايه من السباحة، من ممارسة السباحة؟ استفدت ان انا ما اخافش من المية، لان انا كنت بخاف منها اصلا، بقيتش اخاف منها. يعني حاجة مهمة جدا ان تكوني تخافي في المية، فعايزة تنزلي تاخدي تجربة السباحة وتقضي على الخوف من المية. اول حاجة قالها لك المدرب بقى عشان تقدري تواصلي وما تخافيش من المية؟ قال لي ما تخافيش عشان لو خفتي هتغرقي في المية. طيب الناس اللي بيمارسوا طيب يعني قبل ما نخش في السؤال ده، اول ما نزلت المية كان شعورك عامل ازاي؟ كنت خايفة، كنت مضطربة، كان ايه بالظبط؟ خايفة. اه. انا كنت خايفة. وقدرتي تكملي؟ اه. كابتن ساعدني ان انا اقدر اكمل. يعني دلوقتي عادي؟ اه. دلوقتي ما بقتش اخاف من المية وبقيت مميزة. طيب الناس اللي ما بيمارسوش رياضة يا ضحى هتقولي لهم ايه؟ مارسوا الرياضة لان الرياضة بتفيد الجسم. وايه تاني؟ الرياضة يعني تقوية الجسم وكل حاجة. والناس اللي في سنة 6؟
برضه يمارس الرياضة. طب الناس اللي في الصف السادس؟ برضه يمارس الرياضة. ضحى عايزه تكوني ايه اما تكبري؟ مم. عايزة أكون ديزاينر. ليه بقى اخترتي ديزاين؟ عشان أنا بعرف أعمل الحاجات دي كتير وماما وبابا بيساعدوني فيها. طيب ده على المستوى العلمي، طب المستوى الرياضي تحبي تكوني ايه يعني؟ سباحة. انا عارف سباحه، يعني تكملي مثلا او تكتفي مثلا ان انت لاعبه او تحققي بطولات وتكملي مثلا في بطولات الافريقيه والعربيه والعالميه، بطولات. يعني هتكرسي كل جهودك ان انت تكوني بطله يعني. لا. اه عايزة أحقق بطولات كتير. وترفعي لنا علم مصر اه. ونشوفك بطله كبيره ان شاء الله يا رب. طيب كلمه تقوليها لبابا وماما تقول لهم ايه؟ شكرا لأن هم ساعدوني في حاجات كتير. زي ايه بقى، نعرف ممكن الاسرار دي؟ الرياضة والجري وممارستي للديزاين. بس ساعدوك في الحاجات دي بس؟ لا وحاجات كتير. والمدرسه والمصاريف كل حاجة. وايه تاني؟ عايزين نعرف الاسرار يعني انتوا بتشكريهم عليها. كل حاجة يعني المصاريف والأكل والشرب وكل حاجة. بتشكريهم على الحاجات دي. اه. طيب واخواتك بشكرهم برضه. بيمارسوا رياضه ما بيمارسوش رياضه؟ أختي بس هي اللي بتمارس الرياضة. اه. بقيت اخواتي لا. ليه بقى؟ عشان لسه صغيرين. يعني اصغر منك يعني. اه. طب ضحى احنا بنتمنى لك التوفيق وان شاء الله نشوفك بطل عالميه ونشوفك ديزاين كبير جدا وربنا يوفقك. شكرا. شكرا. ومعانا برضو احدى البطلات الصغيرات، تعالي شوفي كده، احدى البطلات الصغيرات. نتعرف بيكي. رحمة عبده أبروش. بص للكاميرا. رحمة عبده أبروش. رحمة عندك كام سنه؟ عندي 12. في سنه كام؟ راح أولى إعدادي. راح اولى اعدادي. انت اكبر من ضحى؟ لا لا يا رحمة، والله. بس شايفك صغيره كده، يعني تدي مثلا تانية ابتدائي تالتة ابتدائي. أنا صغيرة أوي بس راح أولى إعدادي. يعني عايزك تفتكري بقى مظبوط. لا راح أولى إعدادي. اخر كلام. راح أولى إعدادي. يا رحمة انت اولى اعدادي ولا أولى إعدادي. تالتة ابتدائي؟ أولى إعدادي. اولى اعدادي. طب نبص الكاميرا كده يا رحمة. رحمة بتمارس الرياضة من امتى؟ من شهرين. هي السباحة بس اللي كنت بتمارسيها؟ أنا عن نفسي بحب السباحة قوي. طب ليه بقى نبص الكاميرا كده ونقول ليه اخترنا السباحة؟ اللي هي رياضة حلوة يعني بتخليكي تستفيدي من بتخليكي انت مش بتخليكي تخليني انا يعني في فرق بين تخليكي وتخليني. تخليني استفيد من المية وما اخافش منها اصلا. يعني انا غرقت فيها مرتين بس دلوقتي. غرقتي فيها؟ غرقت. طب نبص كده، يعني مع ان غرقتي فيها مرتين وحبيتي تكملي فيها. وحبيت اكمل فيها. غرقتي فين بقى، في الحمام برضو، حمام السباحة؟ حمام السباحة وفي المصيف يعني ما كنتيش لسه اتعلمتي بقى سباحة؟ لا ما كنتش لسه، اما دلوقتي لما اتعلمت عرفت ازاي العب وكل حاجة. يعني شيء جميل ان هي بالنسبة لها غرقت مرتين ما خافتش وخاضت التجربة وحبت تواصل. يعني مش شرط ان احنا نفشل مرة او اتنين او تلاتة، المهم ان احنا بنواصل عشان تحقيق هدفنا، وده شيء رائع وجميل جدا يعني. وانا يعني انا شخصيا بشكرك ان انت ما خفتيش مرة واتنين وغرقتي والتالتة بقيتي سباحة اهو. بعرف العب دلوقتي. يعني دلوقتي مش هتغرقي؟ لا. طب لما تروحي المصيف هتبقي منقذة ولا هتغرقي؟ لا منقذة. منقذة. طيب اللي ما بيمارسوش رياضة بقى تقولي لهم ايه؟ يمارسوا الرياضة عشان الرياضة دي حلوة وبتنفعكم في النقطة. عايزك تنصحيهم بجد. انصحهم يعني تقنعيهم بقى. انصحهم لما يمارسوا الرياضة ويلعبوا كل اللي هم ليه بقى؟ يعني هيقولك طب بتقول لنا نمارس الرياضة، طب هنمارس الرياضة ليه؟ الرياضة حاجة مفيدة للجسم ومفيدة ليهم هم كمان. بتفيد الجسم في ايه بقى؟ بتقويه وبتخليه يكون نشيط. ما تخليناش نغرق. لا. صح. تحبي تكوني ايه اما تكبري؟ سبيحة. سبيحة ولا سباحة؟ سباحة لما اكبر. يعني ايه سبيحة؟ يعني اكون بعرف اعوم. يعني ايه سبيحة؟ انت بتقولي سبيحة، يعني ايه سبيحة؟ سباحة يعني بعرف اعوم لا سبيحة يعني ايه؟ زي لعيب كده نقول له لعيبة. ايوه. ماشي. يعني تحبي تكوني سباحة بطلة ان شاء الله؟ ماشي. طيب على المستوى العلمي بقى تحبي تكوني ايه؟ مهندسة ميكانيكا طيران. ليه بقى؟ ليه مهندسة ميكانيكا طيران يعني؟ لأنها أحسن حاجة وأنا عن نفسي بحب الطيارات. أنا عن نفسي بحب الطيارات وبحب وأشوف الناس اللي بتصنعها في التلفزيون. طيب كلمة بقى تقوليها لبابا وماما من خلال كاميرا كل الملاعب. بشكرهم جزيلا عشان هم ساعدونا إن أنا أعمل كل حاجة اللي أنا نفسي فيها، وبجد بشكرهم، بشكر أخويا وكل قرايبي. طب أقول لك سؤال صعب؟ كلمة لمصر بقى تقولي لمصر إيه؟ ربنا ينجيها من كل اللي هي فيه. يا رب ينجي مصر من كل اللي هي فيه، ومصر دايما في خير وسلام وأمن إن شاء الله. أنا بشكرك جدا وتحيا مصر. شكرا. تحيا مصر.
بشكرك جدا، شكرا. وبنتعرف على اصغر سباح في مركز فتيات العجوزه، نتعرف عليه. اسمك ايه؟ محمد. محمد ايه؟ حاتم. حاتم ايه؟ محمد. محمد برضه. طيب محمد حاتم محمد ايه بقى؟ حاتم. محمد حاتم محمد حاتم. لا، محمد حاتم محمد شوقي. ماشي يا محمد، عندك كام سنه؟ 5 سنين. 5 سنين. مم. لسه ما دخلتش المدرسه لا، دخلت ولا في كي جي كام؟ كي جي 1 ولا 2؟ انا دخل على اولى. اولى ابتدائي. طيب بتلعب سباحه من امتى يا محمد؟ يعني يجي من 10 سنين. من 10 سنين؟ لا، من 5 سنين. من 5 سنين. مم. تحب تكون ايه لما تكبر يا محمد؟ مم. عايز تكون ايه؟ طيار. طيار. اشوفك افضل طيار ان شاء الله كده يا محمد. محمد انت بتحب الرياضه حلوه؟ طب اللي ما بيمارسش رياضه، ما بيلعبش رياضه، تقول له ايه؟ اقول له العب رياضه. انا بشكرك يا محمد جدا. كنتم مع برنامج كل الملاعب. في كل الملاعب هنقابل لاعب هيحكي حكايته ويقول روايته، في الصحة هيقول كلام، والرياضة كمان. انتظرونا الأسبوع القادم وحلقة جديدة وبرنامج كل الملاعب.